يعني ده مستحيل حد يكون دخلها من سنين، شكله هو كمان منهم. يا ملهمين، أخباركم إيه؟ كويسين؟ لايكك واشتراكك الجمال وجمد قلبك وقهوتك وحصلنا. اليوم ده روحت أنا ويوسف. يوسف بقى غريب جدا، وبقى مش بيتعامل مع حد، وكل لما أجي أتكلم معاه ألاقي أسلوبه غريب جدا ومش عايز ينزل من البيت خالص. وفي يوم قررت إن أنا أروح أقعد معاه، لكن اليوم ده جيت أخبط عليه مردش، أتصل بيه ما بيردش برضه. وقتها سمعت الصوت خبط ورزع جوه، وبدأت أسمع صوت يوسف هو بيصرخ. وقتها رحت متصل بواحد صاحبي وهو اسمه كبو، قلت له يا كبو تعالى لي بسرعة عند بيت يوسف. فين سيب، أنا عايزك بسرعة تعالى لي. وقتها هو رد عليا وقال لي اقفل، أنا جاي لك، أنا جاي لك بسرعة. وفعلا جه، وأنا وهو بدأنا نكسر الباب. ولما فتحنا الباب أخيرا لقينا يوسف واقع على الأرض ومغمى عليه. بدأت أفوقه، ووقتها أول لما صحي بدأ يقول مش عايزين يسيبوني، مش عايزين يبعدوا عني، ولا عايزين يسيبوني في حالي. قلت له يا ابني هم مين دول؟ مين دول اللي مش عايزين يسيبوك ولا يسيبوك في حالك؟ اهدى اهدى. ولقيت يوسف وقتها بيقول لي الحقني والنبي يا ملهم، انا مش عارف اعمل ايه. وقتها انا بدات احس بالذنب، لان انا اللي خليته يجي معايا ووصلته للحاله دي، وانا قررت اني لازم انقذه، وزي ما وصلته لهنا لازم اخرجه من هنا. وفي يومها كنت انا قاعد معاه وبدات ادخل الدارك ويب عشان اقدر اوصل للراجل السوري اللي وصلني للمكان هناك. هو اكيد يقدر يساعدني او يدلني على حاجه. وفعلا بدات افتح الدارك ويب، وسبت نفس الثغره بتاعت كل مره عشان نفس الشخص هو اللي يجيلي. بس المره دي انا داخل وعارف اكتر عن الدارك ويب وفاهم فيه وعارف اروح فين واجي منين، لاني يعتبر بقيت خبره. ولما دخلت جوه وبدات الاقي جوه الدارك ويب، لقيت ان انا ممكن اجر شخص يقتل شخص من غير ما اعرف هو مين ولا هو يعرفني. ولقيت تجار أعضاء بشرية، ولقيت تجار ممنوعات. والأغرب من كده إن أنا لقيت إن أنت ممكن تأجر أب وتأجر أم، حتى لو ممكن تأجر مهرج. حتى بجد الموضوع كان وحش جدا ومقرب، في ناس جوه مريضة وكتير جدا. وبعد شوية قفلت الكمبيوتر وفضلت قاعد مع يوسف وبايت معاه، عشان المرة دي أنا لازم أنا اللي أفضل مستني الراجل. وفعلا تيجي الساعة 3 ويفتح الكمبيوتر لوحده على الشخص وقال لي انا بدات ازهق منكم وشكلي هخلص عليكم، بس المره دي انا مش هخلص عليكم. تعرف ليه؟ عشان عارف انت عايزني ليه. وكنت انا في ساعتها قاعد ساكت ما اتكلمتش ولا كلمه، يا دوب بسمعه بس. راح قال لي وقال لي انت عايز تساعد صاحبك صح؟ قدامك طريقه واحده بس، روح المكان تاني وتدخل وتعمل نفس اللي انت عملته المره دي، ولما توصل البلكونه والشمع يظهر والورق يظهر معاه انت لازم تحرقه. بس نصيحه مني، خليك اسرع من الكائن اللي موجود هناك، عشان انت لو ما كنتش اسرع منه هتندم وهتبقى اسوأ من اللي حصل في صاحبك. قلت له انا هبقى ازاي اسرع من جن؟ قال لي ده مش اي جن كمان، ده من ملوك الجن. قال لي انا قلت لك ان اقدر اساعدك بيه، ودي مشكلتك تكون اسرع منه. اسرع منك مش مشكلتي، دي الحل الوحيد ان صاحبك يرجع كويس. وراح قافل الشاشه. وقتها انا بدات احرك راسي على يوسف وابص عليه وهو نايم وانا خايف جدا، وفي نفس الوقت مش عارف اعمل ايه. انا لازم اروح للمكان لوحدي، علشان ما ينفعش اكلم حد ان هو يجي معايا مكان زي ده، علشان مصيره ما يكونش زي يوسف. وانا الصراحه الذنب بيطاردني ان انا اللي وصلته للحاله اللي زي دي. انا كده كده مضطر ان انا اروح لوحدي ومش عارف اعمل ايه. المهم فضلت افكر وادورك في دماغي، وفعلا قررت ان تاني يوم الساعه 2 بالليل اتحرك ناحيه البيت المهجور. ومن اليوم اللي بعده بدات اتحرك ناحيه العماره، والساعه كانت 2 بالليل. الشوارع كانت فاضيه تماما، مفيهاش بني ادمين ولا رايحه ولا جايه. وفعلا اتجهت ناحيه العماره. اللي بصيت على بابها لقيت ان القفل نفس مردود بالتراب اللي كان عليه زي المره اللي فاتت، بنفس الباب ونفس كل حاجه. معناها ان الشخص اللي كان جوه البواب بتاع المره اللي فاتت هو فعلا مش بني ادم، هو فعلا منهم. وبدات اطلع على الباب وانزل الناحيه التانيه. ولما نزلت الناحيه التانيه بدات ادخل من باب العماره، بدات اشغل كشافي وانا ببص لفوق. ولما بدات ابص لفوق على السلم انا خايف جدا ومش عارف اعمل ايه، والرعب متمكن مني بطريقه وحشه جدا، بسبب ان انا لوحدي على القلب معيش حد يشجعني. وفعلا بدات اطلع على فوق واحده واحده بهدوء صمت تام. فعلا وصلت للباب وببص في العداد بتاع الكهرباء اللي جنب الباب، لقيت ان هو المفتاح موجود فيه. معناه الراجل بتاع الدارك ويب ما جاش هنا، هو عارف من بدري ان ده هيحصل، هو عامل حساب ده، عشان كده ما خدش المفتاح. وخدت المفتاح
وبدأت أحطه في الباب وأفتح بهدوء، وفعلا الباب فتح. ولما فتحت الباب حسيت بالحمل على كتفي زي المرة اللي فاتت، حاسس إن أنا بنهج زي المرة اللي فاتت بالظبط. وبدأت فعلا أدخل الشقة، بس وقتها أنا بدأت أسمع صوت همس جاي من جوه، وفعلا بدأت أتحرك ورا الصوت وأبص على جوه. وأنا على الباب بتاع الأوضة أتفاجئ إن الشيء ده واقف على باب البلكونة. شيء عملاق كبير جدا، عبارة عن ظل أسود واقف مش باين منه أي حاجة غير عينه الحمراء. وقتها أنا بدأت أبلع ريقة وأبص وأنا متمكن من الرعب ومش عارف أنطق حرف، لأن مفيش حاجة أقدر أعملها. وبدأت أراجع حساباتي، هل أنا عايز أهرب ولا ألحق يوسف؟ بس أنا ما عنديش أي خيار، أنا لو هربت الشيء ده أكيد هيجيبني. لكن الشيء ده بصلي في عيني وعينه حمرا دم، وبدأ يتحرك على جوه البلكونة، يرجع لنفس المكان اللي أنا شفته فيه أول مرة. فعلا بدأت أتحرك وراه بهدوء فظيع، وأنا طبعا بترعش وخايف جدا، وفي نفس الوقت تقلان بسبب الحمل اللي على كتفي. بدأت أبص جوه البلكونة بالراحة، لقيت الشيء ده واقف جوه في نفس المكان، واقف ومبرق لي، وأنا واقف قدامه ومبرق من غير ما أنطق أي حاجة. يكسر الصمت ما بيننا حاجة واحدة، النور وهو بيظهر على وشي زي المرة اللي فاتت. وقتها أدركت إن الشمع والورق يتحطوا مكانهم زي المرة اللي فاتت. وقتها أنا فضلت ساكت ومبرق زي ما أنا على الشيء ده، ورحت جاري على طول على جوه، جريت ناحية الشمع. ساعتها أنا وبجري سمعت صرخة الشيء ده اللي بقت تزيد من رعبي أكتر. وقتها أنا وصلت للشمع ومسكت الورق ولسه هحط على الشمع وبرفع راسي قدامي، لقيت الشيء ده وشه في وشي بالظبط. وقتها أنا أغمى عليا من كتر الرعب. وبعد وقت قليل قوي بدأت أفوق بسبب حاجتين: صراخ الشيء ده وهو عالي جدا، وفي حرارة ونور ضارب في وشي. وفي ساعتها وأنا بفتح عيني لقيت الشيء ده بقى عبارة عن كتلة من النار بتتحرق حرفيا. وقتها أنا ببص أتاري إن الورق وقع مني وأنا بيغمى عليا، بس اللي وقع على الشمع. فوقتها الكائن ده كان بيتحرق بسبب إن أنا فكيت لعنته. وقتها ببص جنب لقيت الكشاف، خدته وبدأت أسحب ناحية الباب من كتر الخوف. ولما وصلت للسلم ولما طلعت بره الشقة خدت السلم كله على وشي واغمى عليا تاني. ويعدي الوقت وابتدي فوق على صوت أبو وهو قريب مني وبيتكلم بيقول: الحقوا ملهم فاق، الحقوا يا دكتور ملهم فاق، تعالوا بسرعة تعالوا بسرعة. وفي ساعتها بدأت أفتح عيني بالراحة وعيني مزغللة، وألاقي كابو جنبي وقدامي دكتور، وأبص على إيدي ألاقي إن أنا متأكد مع حنين وإن أنا موجود في مستشفى. وقتها كابو بدأ يقول لي: أنت كويس؟ أنت كويس يا ابني؟ وبدأت أقول له: أو أنت جيت إزاي؟ وأنا جيت هنا إزاي؟ قال لي: ده يوسف كلمني واتصل بيا بالليل وقال لي الحق حمو بسرعة، حمو في المكان الفلاني، روح الحقه. وقتها أنا فعلا خدت العربية وجريت عليك، ولما ببص من ورا الباب لقيتك واقع على الأرض في الحوش ومغمى عليك. وقتها أنا نطيت لجوه وبدأت أشيلك، وفي ساعتها يوسف جه من بره العمارة وحاولت أشيلك، وفعلا هو طلع من على الباب وابتدى يشيلك من الناحية التانية، وخدناك ورحنا المستشفى. قلت له: هو يوسف كويس؟ يوسف كويس يا اسطى؟ أنا كنت السبب في عزاه. يكسر الكلام ما بين أنا وهو صوت حد وهو جاي من بره وبيقول لي: أنا كويس يا أبو الملهمين. وقتها يوسف لقيته داخل عليا من الباب، والحمد لله لقيته كويس. ووقتها أدركت إن أنا فعلا قدرت ألحق صاحبي